المرأة في تونس ما تعملش ديما اللي تحب، ماذا بيها تعمل اللي تحب، اما مش ديما مسموح لها باش تعمل كل شيء. نحكيو على تعدد الزوجات، فما بعض الناس هكا عندهم الهبال الكافي باش يقولوا ايه وش خاص. شفنا حتى نساء يقولوا علاش لا، ولكن هي قلة أقلية. أما المجموعة الكبيرة متاع المجتمع متاعنا والحمد لله هو مجتمع حضاري ما ينقلوش أفكار كما هذي. رغم اللي تهموني بالإلغاء الراجل، أنا نعتبر اللي نعطيه بقعته وقت اللي يستاهلها. أنا سلمى بكار، مخرجة ومنتجة سينمائية. بديت نحب السينما وأنا صغيرة بالكل، عمري تقريبا 10 سنين. كبرت في حمام لنف اللي كان فيها 3 قاعات متاع السينما. كنت كل نهار حد بابا يعطيني 40 مليم أنا و40 مليم خويا، ونمشيو مع بعضنا نشوفوا 2 غران فيلم. وقتها لي 2 غران فيلم هما دي ويسترن. ثقافتي السينمائية بدأت مع الويسترن الأمريكاني اللي فيه الأمريكاني الابيض هو اللي ديما يغلب الزنديانيه. بعدك كي كبرت فهمت المضطهدين بالمجد هما لي زنديا. ومن بعد وليت عضوه مع السينما الهوات في حمام لنف، كان من الاقليه متاع الكلوب اللي كان فيها بنات. انا تولدت بنيه برك مع 6 اولاد، وكان بابا يحظر عليا. كنت عندي برشا حريه داخل الاسره، اما خارج الاسره ما كنتش عندي حريه باش نخرج وحدي وباش نمشي وين نحب انا. اما الحمد لله يا ربي كان عندي خويا اللي أصغر مني بشوية الله يرحمه سي رضا بكار، كنا ياسر قراب لبعضنا، وبابا كان يخليني نخرج مع خويا. وقتها أنا كنت نقرأ في سويسرا في البسيكولوجيا، وكي روحت في الصيف قال لي رضا يا سلمى رانا احنا كونا كلوب متاع سينما هوات وقاعدين نتعلموا بشوية بشوية كيفاش تعمل سينما، تحب تجي معايا؟ قلت له ايه. نهار من نهارات البنات مع بعضنا قلنا احنا سبينا ديما باش نقعدوا نعاونوا في الأولاد باش يعبروا هما على مقصودهم، علاش ما نعملوش شريط نخدموا فيه احنا البنات وحدنا. قسمنا الادوار وعملنا شريط قصير اسمه اليقظة اكحل وابيض. ومن وقتها انا ملتزمة بقضايا المرأة، لانه حتى كشريط صغير هذاك كان يحكي على طفلة خذت الباك وتحلم باش تمشي تقرا في اليونيفرسيتي، ما ابوها يحبها تعرس وتقعد، والمصاعب اللي تتعرض لهم طفلة وقت اللي تبدا عايشة وحدها في كل الفترة هذيك متاع الستينات. في عام 1975 بمناسبة السنة العالمية للمرأة عملت شريط طويل وثائقي خيالي اسمه فاطمة 75. حطيت فيه كل حاجات اللي حبيت نقولهم في الفترة ذيك، لأنه كان أول شريط ليا أنا وأول شريط مخرجة تونسية. حكيت فيه على جزء كبير بالمشاكل اللي تتعرضهم المرأة من خلال الماضي ومن خلال الحاضر متاع تونس ومجلة الأحوال الشخصية. من بعد عملت شريط طويل حبيبة مسيكة أو رقصة النار خشخاش، ومن بعد عملت الجيدة، واليوم خرجت شريطي الأخراني النافورة. الشريط اللي بين أكثر في النجاح هو الجيدة، خاطر الجيدة وقت اللي خرج في 2017 على كلام سي الأسعد قبنطيني الموزع دخلوا فلوس أكثر من أي شريط من منذ 20 سنة. ديما فما مرأة على خاطر من خلال الشخصيات النسائية نبحث على نفسي، نتساءل برشا أسئلة، والأسئلة هذوكم أنا منجمش نلقيهم من خلال شخصيات رجالية، ولو ساعة على ساعة زيادة فما شخصيات رجالية كما خميس في خشخاش ولا سي توفيق اليوم في النافورة، من خلالهم نجم نلقي زيادة أسئلة. أنا نعتبر اللي نحكي حكايات تهم النساء، ولكن النظرة اللي نلقيها والأسئلة يهموا المجتمع التونسي ككل. المرأة في تونس مش ديما مسموح لها باش تعمل كل شيء، وهذاك اللي يصلح العمل الفني والثقافي باش يزيد يشجع أكثر. الحاجة اللي أنا نتمناها وأنه الأشرطة متاعي البروفوك أهم حاجة هو وقت اللي الناس تتكلم على شريط وفما اللي يقول هكا وفما اللي يقول هكا، هذيك الثراء الكل يجي من هكا الأفكار اللي حتى كانت تتصادم ساعات هي ثراء في حد ذاتها.